يا حبايبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا يا رب، اللهم امين. النهارده ان شاء الله هنعمل تسالي بقى يوم العيد. يلا نروح نشوف هنعمل الفيديو ازاي مع بعض. دي بقى هنا طاسه سخنه، هنجيب الفول اللي هو ده، شايفين اللي هو بندمسه تمام زي ما هو كده، مش مندمس ولا اي حاجه ولا منقوع. انا عايزاه زي ما هو كده عشان لو اتنقع مش هيديكي الطعم الحلو بتاع الفول المقلي. بقى هنقعد نقلب فيه لغايه اما الحبايه كده تبدا تتشوي، شايفين يعني هي بتبدا تحمر اهي، لغايه بقى ما تحس ان هي اتشوت كلها. او كمان ممكن تدخليه الفرن حسب ما انتي حابه، بس هو البوتاجاز اسهل من كده. تمام، شايفين بقى الفول بيطرقع ازاي كده، شايفين كده خلاص تمام معايا. بوله بقى كده هنضيف فيها ميه من الحنفيه عادي جدا، وهننزل بالفول اللي احنا شويناه بالطريقه دي. تمام، هننقعه بقى فيها كده شويه لغايه اما الميه دي هتاخد اللون اللي هو المحروق، هتبقى سودا. هنغير عليها مع بعض وهنشوف هنكمله ازاي. شايفين بقى ده شكل الفول بعد 3 ساعات، شايفين الحبايه بتاعته ده تضاعفت ازاي حجمها اهي. طبعا شايفين لون كمان الميه. هنخلص بقى من الميه دي خالص وهنشوف هنكمل ازاي. كده بقى تخلصنا خلاص من الميه اللي كانت الاولانيه دي اللي هي لونها غامق. تمام، حطينا ميه نضيفه عادي خالص من الحنفيه. هنضيف بقى كده ملح، تقريبا 3 معالق ملح كبار. تمام، وهنقلب كويس. وتشوفي الميه كمان لو ناقصه ملح ممكن تزودي عادي. وكل ما الحبايه بتاعت الفول تبقى محروقه اكتر كل ما يبقى احلى ويديكي طعم حلو. تمام، هعصر بقى دلوقتي عصير ليمونتين. تمام، وبعدين ممكن كمان تخليه منقوع كده في الميه بتاعته ليله كامله ليلتين. لو مستعجله عليه ممكن تبلي الفول شويه، تنقعيه شويه ميه وبعدين تروحي تحمريه زي ما احنا عملنا كده، شويناه وتحطيه في ميه وملح وعصير ليمون. تمام، حاجه بقى هنعملها دلوقتي، هنجيب الترمس تمام وننضف لو في اي حاجه كده مش كويسه هنشيلها. هنجيب ميه سخنه جدا وهننقعه. تمام، يقعد بقى منقوع كده تقريبا 3-4 ساعات لغايه اما حجم الترمس يتضاعف معايا. الترمس بقى هو بعد ما نقعناه في ميه سخنه الحبايه بتاعته شايفين يعني حتى كمان تحسيها ان هي استوت. هنحطه دلوقتي على النار، مش هياخد معاكي نص ساعه هيكون تمام. بقى بعد ما حطينا الترمس على النار ما اخدش والله نص ساعه وكان خلاص كده جاهز معايا. طبعا هنفصل عليه دلوقتي وهنضيف الملح وعصره صغيره كده من الليمون عليه. شايفين بقى ده شكل الترمس اهو بعد ما جهز معانا، وكمان الفول المقلي. كل سنه وانتم طيبين، واتمنى تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل فيديوهاتي.